السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد. نتمنى منكم جزاكم الله خيرا ديروا بارتاجي لهذا الخبر وديروا له لايك. نعم، إذا الإخوان الكرام خلينا الآن نجيو شوية المستجدات. أنا حبيت اليوم نتكلموا عن المستجدات. لماذا المغرب احتج على الشيء اللي قام به نتنياهو؟ ماشي بالنسبة للقانون الدولي، لأن المغرب قال لك الجزائريين والشعبية العزيز راح يأثروا عليهم الجزائريين، يقولوا لهم شوفوا نتنياهو نعتكم الخريطة. هما راهم غير باغيين يقنعوا الرأي الداخلي المغربي. أما قضية نتنياهو قال الصحراء مغربية ولا الصحراء مغربية ما عندها حتى قيمة في القانون الدولي. دليل الإخوان هي المحكمة الأوروبية. المحكمة الأوروبية قالت لك نوقفوا الصيد البحري، المغرب يملك السيادة على الصحراء. هنا تعرفوا القانون الدولي. وزعما المحكمة الأوروبية راح تسمع لنتنياهو ولا تسمع لترامب؟ هاي المحكمة الأوروبية قالت هذا الكلام بعد اعتراف ترامب، لأن ترامب اعترف تقول المحكمة الأوروبية الصيد البحري صحيح. لا، هذا الكلام الإخوان ما تسمعوش. أنا قلت لكم كاين البروباغندا اللي يستعملها المغرب للداخل ولا لبعض الدول باش يغفلهم ويقول لهم أنا وعندي السيادة وبس. أما كلام نتنياهو أنا أقولها للمرة الألف، والله حتى ولو تعترف في الجزائر ما راح يغيروا شيئا. أنا جزائري وتعترف في الجزائر ما تقدرش تغير القانون الدولي. هذا الشيء ما يعرفوهاش المغاربة. هذا هو المشكلة. الإخوان عند المغاربة عندهم نقص كبير في قضية الصحراء، وعايشين على الكذب والبروباغندا اللي بحالهم المخزن. لكن يظني لحد الآن ما أعطيتناش كيفاه راح يخرج المغرب من الصحراء. الآن الإخوان احنا نعرفوا باللي مجلس الأمن في أصدقاء المغرب وفي أصدقاء بوليزاريو. خلينا نتكلموا بكل وضوح. ضاني تعرفوا باللي ما يديرش اللغة الخشبية ولا كالعام وحنا أمريكان والهدرة العياشة. أولا المغرب مستحيل يخرج قرار ضد الصحراويين في مجلس الأمن. حسم الملف حسم 23 عليها راه موجود هذه السنة في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار. أنا نعرف اللي حاسم الملف ما يمشيش حتى لجنة تصفية الاستعمار. يضحك على المغاربة. قانون دولي راح يروح عمر علال يسحب الملف وتسحب ديك حتى واحد يسحب. تسحب الملف، سحب الملف بتقرير مصير الشعب الصحراوي، بشيء يقبل به الشعب الصحراوي. تبقى 1000 سنة 2000 سنة 200 سنة مليار سنة ما يتقدمش. وهذا هو الشيء اللي الإخوان الصحراويين انتم أهلي كما يقول وني بيكم أفهموا هذه القضية وحطها من الثوابت كما تؤمنوا بوحدانية رب العالمين. أنا راني حابب إذا مكنني الله تعالى نوعي الشباب الصحراوي ونزيد نأكد للناس المحترمين ما تدخلوش في هذا اللعب تاع اعترف ولا ما اعترف ليش ولا فتح سفارة. هذا لا يغير شيئا. حق تقرير المصير يمر عن صناديق الاقتراح، تقول للشعب الصحراوي هل تريد هذا أم لا. هذا هو حق تقرير المصير. ماشي مثل الصديق ديالنا هذا اللي اسمه بوخاذور طلع قال لنا ان الاستفتاء شكل من اشكال تقرير المصير والحكم الذاتي شكل من اشكال تقرير المصير. وش هو الحكم الذاتي؟ يعني جبت حل وجيت لواحد الشعب قلت له تقبل هذا الحل، باش يقول لك قبلته ولا ما قبلته لازم يستفتي. لكن واش قال لي بوخاذور هذا الصيد هذا؟ قال لي ان الاستفتاء فصل الحل عن الطريق تحقيق الحل. تحقيق عندك حائط باش تريب الحائط لازم لك فاس. الفاس هو وسيلة والحائط هو الاقتراح. وسيخونة تاع بوخاذور هذا الذكي هذا قال لنا ان الاستفتاء وحكم الذاتي يشكلون من اشكال تقرير المصير. لا، الاستفتاء هو الوسيله اللي نديروا بها تقرير المصير. هو خلطهم لي ويحسب فيا راه ويحكي مع سمحك الله. شوف ابو خضور نقول لكم محمد ميارة صديق عندنا سنين وحنا نحاوروكم. احنا قضيه الصحراء قضيه مقدسه وقضيه محترمه واهلها محترمين. عندهم كلمه يقولوها الصحراوي احنا والمغرب مختلفين خلق
وخلق وديانة. هما مولاهم الحويسين وحنا مولانا، لأن الإخوان هذا الناس مساكن جايين هكذا تابعين جلالة بالنفخ. كانوا لهم الصحراء المغربية يحاول مسكين يجتهد يلقى شي حل باش يحرجك، لكن باش يحاورك بالطريقة القانونية وبالطريقة الجيدة ويتكلم. لماذا؟ لأن الآن لو تسألوا تقولوا لماذا المحكمة الأوروبية وقفت معكم الصيد البحري، راح يقول لك لا احنا ما يهمناش، احنا نقدروا نوجدوا زبائن أخرى. هو ما يفرقش على الانتصار القانوني. كاين انتصار قانوني معنى يزيد يأكد للعالم أن المغرب ما يملكش سيادة على الصحراء. ماشي قضية المن تبيع الحوت يا الداوي، قضية أنت ما تفرقش بين الانتصار السياسي والأمور هذه. احنا عارفين باللي المستعمر يستثمر، وهذا أيضا يسميه خرق من خروقات القانون الدولي وتعتبر جريمة. كاين 3 حوايج يا إخوان في الجريمة في القانون الدولي، أنا مشرح لازم تتعلموها وتكون عندكم واحد الطريقة تحاور فين بغيت. أولا إذا دخلت أرض ما عندكش عليها السيادة تعتبر جريمة في القانون الدولي. داني يعطيني دليل أن المغرب دار هذه الطريقة. محكمة العدل الدولي ما عطتش السيادة للمغرب، والمغرب قام بمسيرة في 75 وأدخل فيها العسكر. داني أنت كذاب، ما كانش كلمة العسكر، مشات الناس هزين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يبارك فيك، هزين القرآن وكذوب. لما تروح تقرأ القرار 380 تاع مجلس الأمن يطالب المغرب بإخراج المكون العسكري والمدني من الصحراء. لماذا قال مجلس الأمن المكون العسكري؟ لماذا الحسن الثاني يقول راح تطأ أقدامكم أرض لم تطأوها من قبل، فإذا وجدت يعني الإسباني عانقه وتقاسم معه زادك، أما الباقي فجيشك يحميك. قالها لهم بالانجليزيه في لقاء، قالوا if we يعني نلقاو لي سماجلرز هما الصعاليك وي ايت ذم ناكلهم. تاش تكلم مع واحد مسكين عايش في درب السلطان، درب غلف، فهمت؟ نص حياته ساكنها التي اش سي، لي ريسيبتار اللي في لينورون تاعهم كل ساكنهم الحشيش. يخرج الصباح مبوق ومن بعد حرق الصبانيه ومن بعد يدخل يقول لك عسنا ندخل الكراغيله ولا ندخل هذه الامور، ويدخل ويجي ويضيع لك وقتك وتجلس معاه مضيع وقتك. والاخوان الصحراويين تعبوا منهم، تعبوا. ما كاينش حاجه جديده الان اللي راح يجيبها جديده، لكن احنا راح نمشيو في المستجدات باش الصحراويين يستفادوا. اذا يا ظاني انت راك عندك دقيقه يا محترمين. نعم، إذا أنت عندك يا ظاني كيف الآن ترى في المشيئة قادسة. تكلمت لكم الإخوان بأن هناك بوادر نظام عالمي جديد. وش هو هذا الكلام؟ نتكلمه بكل بساطة. اليوم الأمريكان والروس والصينيين الهند بدات قوى جديدة تظهر على الساحة. يعقل، اسمعوا مليح، يعقل في غزة تجيب أمريكا ناقلة طائرات للسواحل تاع غزة. يعقل بالأمس يضربوا الحوثيين مدمرات ويضربوا ناقلة الطائرات الأيزنهاور، يعني ما حطموهاش كامل لكن ضربوها بصواريخ. يعقل تبقى إسرائيل أكثر تقريبا من 7 أشهر هي اللي ربحت العالم العربي في 67 في الله أعلم في 7 أيام ولا أقل من 7 أيام. أسطورة الجيش القوي الرادع انتهت. الأمريكان بغاو يطيحوا روسيا، كبوا كل السلاح في أوكرانيا، كل السلاح كبوه، ما خلوا شيء إلا جابوه الأوكرانيين. إذن الإخوان الكرام باش نوصل لكم الآن الفكرة، إذا لاحظتوا اليوم الجزائر تخرج لما أعطوها هذه الفرصة باش تكون عضو غير دائم في مجلس الأمن، شحال من قرار خرج. بكري كانوا الأمريكان والإسرائيليين وبعض الدول العربية يديروا لقاءات تحت الطاولة، ما يخرجوش للعلن على شكل قرارات يصوتون عليها في مجلس الأمن ويصوتون عليها في الجمعية العامة، ويظهر من يعرقل على من لا يعرقل.
لأن لو تخرج اليوم دولة عربية ويخرج مشروع في الجمعية العامة وتصادق تلك الدولة العربية لصالح إسرائيل، راح تفضح شعوبهم، لأن كاين شعوب العرب مهما كان الأمر إذا كانت تحت ديكتاتوريات، لكن كاين الأمر. الجزائر قامت بهذه الطريقة أنها أخرج كل شيء العالم وأحرجت كم من مرة. وسمعته لما تكتب يقول لك أمريكا تتحرك لإفشال هذا اللي يسميه مشروع الجزائر، مشاريع المقابر الجماعية في غزة، مشروع الأمور، ونجحت الجزائر تمرير ما أي شيء واحد. والشيء الآخر اللي نجحت فيه جنوب إفريقيا والجزائر والكثير من الدول باش يحطوا هذا اللي اسمه نتنياهو جالاند وزير دفاعه في محكمة الجنايات كمجرم حرب، وأحرجت أمريكا قانونيا.